بيان إلى الرأي العام. نحن الأشخاص من ذوي وذوات الإعاقة نوجه إليكم هذه الرسالة بشأن الوضع المأساوي للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الإيواء والمدارس خلال موجة النزوح الأخيرة، في ظل الأوضاع الطارئة التي تمر بها البلاد، وبالأخص في ظل موجة النزوح الأخيرة بسبب الأزمة الإنسانية. يتعرض العديد من العائلات التي تضم أفرادا من ذوي الإعاقة لمصاعب مضاعفة تؤثر بشكل بالغ على حياتهم اليومية، ويستمر الوضع في التأزم في مراكز الإيواء والمدارس التي تم تحويلها إلى مراكز استقبال، حيث يواجه الأشخاص ذو الإعاقة تحديات كبيرة تؤثر على صحتهم وسلامتهم وحقوقهم الأساسية، مثل نقص الوصول إلى الاحتياجات الأساسية لأشخاص ذوي الإعاقة بحاجة ماسة إلى العمليات الجراحية العاجلة وبعض الأدوية والكراسي المتحركة والأجهزة المساعدة على السمع وأماكن تتناسب مع احتياجاتهم الصحية. في كثير من الأحيان تكون المرافق غير مجهزة لاستقبالهم، مما يعرضهم لخطر الإهمال والإصابة لصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية مع تكدس الأعداد الكبيرة من النازحين في مراكز الإيواء والمدارس. يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، سواء كانت طارئة أو مستمرة، والأمراض المزمنة تحتاج إلى متابعة دقيقة، وهو ما يصعب توفيره في ظل الوضع الراهن. أن توفير الدعم النفسي الاجتماعي الذي يحتاجونه لتجاوز الصدمات الناتجة عن النزوح مما يزيد من معاناتهم النفسية ويؤدي إلى التهميش والانعزال عن باقي السكان النازحين، مما يزيد من شعورهم بالعزلة والعجز في بيئة لا توفر لهم الدعم الكافي. الدعوة للتدخل العاجل. نحن ندعو إلى ضرورة التدخل الفوري والجاد لتوفير الحماية والرعاية لأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الإيواء والمدارس، ونطالب بما يلي: تأهيل مراكز الإيواء والمدارس. يجب تجهيز هذه المرافق بكل ما يلزم لضمان الوصول لأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك توفير مرافق توفير الرعاية الصحية المتخصصة. ينبغي توفير فرق طبية متخصصة تتولى الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة حالاتهم الصحية بشكل منتظم. تقديم الدعم النفسي الاجتماعي. من الضروري توفير فرق دعم نفسي تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم في التغلب على الصدمات النفسية الناتجة عن النزوح وفقدان الاستقرار. مراجعة سياسات الإيواء. يجب مراجعة السياسات المتبعة في استقبال النازحين بما يضمن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم الخاصة. ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق. هذه رسالة حياة ونداء إنساني لا يحتمل التأجيل. الخاتمة: إننا نعيش في وقت يتطلب منا التضامن والإنسانية في التعامل مع الأزمات، وفي هذه اللحظات الحرجة لا يجب أن ننسى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من التهميش في ظل الظروف الصعبة. نحن بحاجة إلى التكاتف والعمل المشترك من أجل توفير بيئة آمنة وشاملة لجميع الأفراد، وخصوصا أولئك الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في الأوقات العصيبة. جبورا يا قشتي ام کسین انستنگدار دشرتن آورته ین گوالات تیدا در باز دبه بتایبتی دپیلا کوچبریا داویده گوشبر کریز امروی هاتیه چبون گلک مالباتن گودنا وان ده کسین انستنگدار بپرسکریگن زیده روبرو دمینن اف روش باندورن گران لسر جیانا وان آروجانه دکه دناوند پنابری و دبستانن گوهستنه ناوندن پیشوازیه ده روش هر روز دجوارتر دبه کسین استنگدار لور بگلک استنگی و دجواریان روبرو گو تندرستی اولهی و ما فنوان این بنگهین خطره دکن وکی کمبونا گهشتنا هوجدارین بنگهین کسین خوندی استنگی بشرط و مرجن جیانی و پنابریه گنجاو هوجنه گو پیدوین وان بجه بینن مینا پروسودورن جراحیین لازگین و هن پیوستین آلیکار بتفگره و آمورن آلیکار جبو بهستنه و جهن گو شرطن تندرستی آوان را گنجاوبن بگلمپری گلک جیرگه نه آمادنه گووان کسان با آوای کی گنجاو بستینن گو اف روش وان بتایبتی جبر خطریه به پیشگرتی و برینداری تکلدار دکه گو هجمار المزن این کوچبران لناوندا پنابریه و دبستانان تینا کوم کرن هر وها کسن خودی استنگی بدجواری گهشتنا خدمتن تندرستیه دکن چش بو روشن آجل و چش بو لگرینا نمازش بو نخوشین
مزمن این گو پیدویا دومدار گو دروشا هیده پر شوپاندنا راست و دومدار هنه دجواره گو وره پیدا کرن کمبونا پشتگرتیا درونی و جواکی گو پیوسته جبو در باسبونا شوک و ایشن درونی ین گو شبر کوچبری و ایش و هجمارتنا و اندابونا آرامی و ستابیلیتین هاتنا چه بون درونی آوان زیده دکه و دبس دما پاشگوه کرنه و یا گو هستن بهزی و به آلیکاری و قطاندن آوان جواکی مزنتر دکه دناف شرطن گو پشتگرتیا پیوست پیدا ناکن دا بانک جبو دستوردانا آجل ام بانک دکن گو بلز و جدی دستوردان وره کرن جبو پاراستن و لیرانیرنا کسن خودی آستنگی لناوندا پنابریه و ام داخواز دکن و دبستان اماداکارنا ناوندا پنابری و دبستانن پیدوی اف جهان به همو آمور و شرطن پیوست ورن اماده کرن داگو کسن خودی آستنگی بکاربن بهسانی بگهیجن خدمتن بنگهین پیدا کرنا خدمتن تندرستی ین تایبت دوی تیمن بجشکی ین پسپور ورن پیدا کرن گو شرط و روش تندرستی ین کسن خودی آستنگی با آوائه کی دومدار بشوپینن پیشکش کرنا پشتگرتیا درونی و جواکی پیدوی تیمن پشتگرتیا پسیکولوژیک بین آماده کرن گو بکسن خودی آستنگی را بخبتن دا گوان در باسبولا شوکن درونی ین جبر کوچبری هاتنا چیبون و آلیکاری بکن و گوهراندنا سیاستا پنابریه دوی سیاستن پجراندنا کوچبرن ورن ولاندن دا کو ماف و هوجدارین تایبت این کسن خودی آستنگی وره ریس کرن مسوگر کرنا گهشتنا به آستنگی آلیکاری مروی و بجشکی اف نامه بانگک جیانی و گازیک مرویه گو نکاره وره پاش خستن ام دمکه ده دجین گو پیدوی گو ام به هفگرتن و مرویتی بکاربن روبرو آلیکار بن دوان دمن قلو ده دوی ام به تایبت کسن آستنگدار جبیر نکن گو دناف شرطن دجوار ده پاش گوهکرنه روبرو دمینن ام به هفکاری و خباتا هفبش هوجنه دا گو جیانک اوله و تفگری جبو همو کسن ورم پیدا کرن نمازه جبو وان گو دمن دجوار ده به پشتگرتیا زیده پیوستن کسن خودی آستنگی